السلام عليكم ورحمة الله. وتبقى الملوخية الأكلة الملوكية. لكل بلد وليها طريقة، لكن الملوخية بالطريقة المصرية لها طابع مميز وخاص. تبقى ماشي في الشارع كده وقت العصاري وتشم ريحة الملوخية والطشة، وتبدأ تتخيل وانت عامل ودن قطة أو بتاكلها مع الرز. يا سلام لو حقق الحلم ده. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية بكل أسرارها وتكاتها. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت، أقرب طريق إلى قلب الرجل ومعدته. وكمان هسأل سؤال: في أي عام ولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ صلوا عليه. ويلا نسمي بسم الله. هنجيب ملوخية خضراء ونقطفها من العيدان بتاعها، نغسلها كويس جدا ونقع في شوية مية عشان الرمل اللي فيها ينزل. وطبعا عشان نعمل الملوخية محتاجين شوربة. انا هعمل النهارده الشوربه ديك بلدي صغير كده. هغسله كويس جدا وانقعه في ملح وليمون وشويه سكر. ما تغسلوش الفراخ ولا الطيور بخل يا جماعه، لان الخل بيزفرها وبيثبت الزفره فيها. هستخدم في الشوربه ورقتين لوري وفصين حبهان مفتوحين عشان ريحتهم تطلع في الشوربه، وتلات اربع وحدات فلفل حصى وجزرايه وبصلايه. ممكن نحط طماطمايه لو حابين. في حلة على النار هحط معلقة من السمنة، ولما تسخن هحط الفرخة وأقلب فيها تقلبتين لحد ما تنشف. وهنا هحط البصل والجزر ورق اللوري والفلفل الأسود. ولما تنشف من السوائل اللي فيها هنزل بمية يدوبك تغطي الفرخة كده، واسيب الفرخة تستوي معايا وتعمل لي أحلى شوربة. هتشموا ريحتها حاجة كده رهيبة والله. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملي لي لايك على الفيديو وتضيفوا صحابكم علشان الصفحة تكبر بيكم. وانا عملت قناة على اليوتيوب هنزل لكم اللينك في التعليقات، يا ريت تشتركوا فيها. ما تنسوش تدعموني وتفرحوني بتعليقاتكم. لو انت استفدتي مني بحاجة ابعتيلي واكتبيلي، انا بفرح جدا وانا بقرأ الكلام. ويلا بينا نرجع نكمل وصفتنا. هنا كنت بخرط الملوخية، انا خرطتها بالمخرطة. حبيت اصور لكم الفيديو ده، ما كنتش حابة انزله بس علشان اللي بالمخرطة بتبقى احسن من الكبة والخلاط يا جماعة. نتعب نفسنا شوية، يعني 10 دقايق او ربع ساعة بس هتفرق. التكة بقى بتاع الملوخية ان انا هضيف له الشوربة 5 6 فصوص توم مفرومين مش متحمرة. توم ني يا جماعة مفروم، هتفرق جدا. لما الشوربة هتغلي هنزل بالملوخية، ممكن تنعموها شوية عن كده كمان. هنقلبها وهخليها تفور واطفي عليها، مش عايزاها تغلي كتير لان كتر غليانها بيخليها تسقط مني يا جماعة. انا عايزاها تبقى لفة وجميلة، يبقى انا هطفي عليها مجرد ما تفور وتغلي معايا. وفي طاسة على النار هجيب معلقتين كبار من السمنة وهحط الثوم ومعلقة كبيرة من الكزبرة لان الملوخية بتحب الكزبرة. هحمر الثوم ومش عايزاه ياخد مني لون غامق عشان الثوم ما يمررش يا جماعة. على نار هادية هحمر الثوم وهنزل بيه على الملوخية. وما تنسوش الشهق يا جماعة، لان الشهقة هي اللي بتحلي الملوخية عن تجربة. وبكده يبقى قدمنا وصفتنا النهاردة، الملوخية على الطريقة المصرية. وكمان ممكن نقدمها مع الرز الابيض او مع العيش وناكلها ودن قطة. بجد جربوا الوصفة دي. لو انت واحد ما بتعرفش تطبخ ومغترب ممكن تجيب الفيديو وتمشي على الخطوات، ان شاء الله تنجح معاك. وقبل ما اقفل عايزة افكركم بالسؤال: في اي عام ولد سيدنا محمد؟ اسم العام او كان عام سنة كام يعني. اسيبكم تتفرجوا على الاكلة الجميلة ديت وياريت تنفذوها. مع السلامة.